أيها الأحبة، أيها العباد، كونوا عبادا لله. دعوكم من الأوهام لن تعدوا قدرك. أخلص. عبد يدعو عباد الله إلى دين الله، يدعو عباد الله إلى دين الله لا إلى نفسه. تعبيد الخلق للحق، المقصد الذي لأجله خلق الله الخلق. تعبيد الخلق للخالق العظيم، بيان الحق للناس، الفرح بهدايتهم، قرة العين في اهتدائهم، في نجاتهم من النار، وهي طبيعة دعوة النبي المختار. ما هذا العبث؟ فالمراد منه من حيث الواقع العملي أن يكون الناس تبعا لك، تبعا لشيخك، تبعا لمتبوعك. لا يقبل مسلم حق أن يكون تابعا لأحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. كل من جاء بعد النبي إنما يطاع في طاعة الله وطاعة الرسول، لا في طاعته هو. ليس لأحد طاعة يستقل بها، بل الطاعة لله وللرسول. فإذا أمر بطاعة الله أطيع، وإذا أمر بطاعة الرسول أطيع. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما عطفهم على طاعة الله وطاعة الرسول لأنهم تبعوا لطاعة الله وطاعة الرسول. فإذا أمروا بطاعة الله أطيعوا، وإذا أمروا بمعصية الله لم يطاعوا، وإذا أمروا بطاعة الرسول أطيعوا، وإذا أمروا بمعصية الرسول لم يطاعوا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فكرر الفعل آمرا بالطاعة. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، فأثبت لهم طاعة في طاعة الله وطاعة الرسول. وأولو الأمر هم الأمراء والعلماء، طاعتهم في طاعة الله، ويعصوا في معصية الله جل وعلا. لا يستقل أحد بطاعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تربية الناس على الحق ومنهج أهل الصدق ومنهج السلف، ورب الناس على طاعة الله وطاعة الرسول. ليس لنا حظ يتعلق بأنفسنا ولا بذواتنا، ولا تغتر بالكثرة الكاثرة، ولا تحزن للقلة النادرة. هذا شيء عارض ليست له قيمة.